أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، وتحية الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أتعرض لقضية الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم، أود أن أؤكد أن القرآن الكريم معجز في كل أمر من أموره. البيان أو الإعجاز البياني كان المنطلق الأول الذي تحدث عنه علماء التفسير، لأن كل نبي وكل رسول قد أوتي من الكرامات ومن المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو بالرسالة مما تميز فيه أهل عصره. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في زمن كانت الميزة الرئيسية لأهل زمانه الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. فجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو أن يأتوا ب10 صور مفتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صورة القرآن الكريم. هذه الحقيقة جعلت علماء التفسير يركزون على قضية الإعجاز النظمي في القرآن الكريم، ولكن الحقيقة ما في زاوية من الزوايا ينظر منها المسلم أو المحايد إلى كتاب الله إلا ويرى صورة من صور الإعجاز لتشهد بأن القرآن كلام الله، وبأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. القرآن له رسالة، والرسالة أهم من الإطار، لأن الأسلوب أو النظم إطار، والرسالة هي الدين بركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في هذه القضايا وجدنا ما يشهد القرآن بأنه معجز. والقرآن يضم سير الأمم السابقة البائدة أمة بعد أمة، وهذا السرد القصصي جاء للاعتبار، ولكن الاكتشافات الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم بكل ما ذكر عن هذه الأمم السابقة، ويعالج ذلك تحت الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. وهناك الإعجاز التربوي، الإعجاز الأخلاقي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز النفسي، قضايا كثيرة. ومن ضمن هذه القضايا التي طرحت، هل هي تشهد للقرآن بأنه